مين مننا ما عندوش ضرس مخلوع او حد من قرايبه عنده ضرس مخلوع؟ ناس كتير. هل مبسوطين؟ لا مش مبسوطين. الاكل بيجي يقف في المكان ده وبيوجعه لما بيجي على اللثه، ولو هي فيميل او بنوته او ست تلاقي ان مكان الضروس المخلوعه خدهم من هنا واقع كده، فبيدي احساس ان السن اكبر من ما هو موجود. فبالتالي من هنا جه ان احنا لازم نعوض الاسنان المخلوعه. هنعوضها ازاي؟ يا اما بتركيبه بريدج يا اما بزراعه. انا هنا مش جاي اقارن ما بين الاثنين، لان قارنت ما بينهم في فيديو هيظهر لك في الاي اللي فوق دي، وهتلاقوه ان شاء الله في الديسكربشن. لكن انا جاي اكلمك النهارده عن الزراعه فقط لا غير. لما نيجي بقى نقول زراعه، عايز اعرف يعني ايه زراعه، وعايز اعرف بتتعمل ازاي، وعايز اعرف هل ينفع نركب على الزراعه ديت في نفس اليوم اللي انا زرعت فيه ولا لا، وايه هي الانواع، وكمان نعرف هي صعبه ولا سهله. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الضرس خلقه مكون من جزئين. الجزء اللي جوه العظم بيكون الجذور، والجزء اللي فوق العظم واللثه بيكون التاج او الكراون بتاع الايه التوث دي. لما نيجي نعوض الضرس المخلوع هنعوضه ازاي؟ برضه هنعوضه بجزئين. جزء بيتحط جوه العظم بيبقى اسمه الزرعه او الغرسه. الغرسه دي او الزرعه دي بتكون شبه المسمار كده بالظبط، صغير قد كده، بيكون معمول من ماده اسمها التيتانيوم، او معمول من ماده الزراعات الاعلى والاحدث شويه بتكون معموله من تيتانيوم ومعاه زيركونيوم. الزرعه دي بتتحط ازاي؟ اول حاجه زمان كنا بنفتح فتحه كده في اللثه كبيره، وبعد كده نحفر حفره ونحط اللثه ونخيط ونحط الزرعه ونخيط وموضوع كده. دلوقتي بندخل بحاجه رفيعه جدا، نزق كده العظم بالراحه بحيث نوسع مكان للزرعه، وبعدين نحط الزرعه، وبالتالي الموضوع كله ما بقاش بياخد فعليا اكتر من 5 دقائق 7 دقائق بالكتير قوي. هل بقى بنركب الزرعه ونحط كمان فوقيها الكراون في نفس اليوم؟ الحقيقه في كل الاحوال انه لا، غير بعض الاحيان البسيطه اللي بيبقى عندنا جهاز بنقيس بيه قوه ربط الزرعه ديت في العظم ماسكه كويس جدا، وبالتالي نقدر نركب عليها تركيبه مؤقته. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. ما ننساش نعمل لايك وشير وحاجات كتير، علشان دي معناها شكرا للتعب والمجهود والوقت والصرف والحاجات الكتير دي. ان شاء الله الفيديو الجاي برضو ممكن نتكلم عن زراعه الاسنان. مش هننسى نصلي على النبي في اخر كل فيديو زي ما تعودنا، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.